اهلا وسهلا بكم شباب. معنا النهارده حلقه جديده، وادي الباكجات اللي نفتح عليها: دييجو فورلان، ماركو رويس، ناس كده نحب ان احنا نتفرج عليها، نحب ان احنا نلعب بيها. واهم واحد فيهم بالنسبه لي شخصيا دييجو فورلان. كان فورلان وباتستوتا وكولر، دول بالنسبه لي اكتر ثلاثه مرعبين انا لعبت قصادهم. وطبعا اندريا تشيفتشينكو، بالنسبه لي دول اكتر مهاجمين انا بترعب منهم. فانا هفتح، تقول لي يهمك مين في ده كله؟ يهمك دييجو فورلان. الحلقه اللي فاتت او الباكج اللي فات ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي، لان انا كان فاضل بتاع 40 لاعب عشان اختم الباكج. فنتمنى يعني الحظ النهارده يكون موفقين فيه. هحب ان انا اخلص عليهم بدري بدري طبعا، ونجربهم نلعب بهم ماتش او ماتشين مثلا على حسب، ونشوف تقييماتهم ونظبط التطويرات بتاعتهم، نشوف ايه اللي ناقصنا فيهم وان احنا نعمله. بس يلا بينا، يلا بينا نودي اول واحده بس ب100. اكيد يعني مش هتفاجئنا يعني. جول كيبر. ماشي يا عم، اللي بعده نودي واحدة كمان ب100. هنودي واحدة كمان ب100 وبعديها واحدة ب900. قبل ما ندخل وسط ال900، فأتمنى تكون عملت لايك للفيديو وعملت سبسكرايب لو انت مش عامل سبسكرايب. وحابب افكرك برضو ان انا عملت قناة على التيك توك، هنزل عليها بعض الماتشات سريعا كده. يعني مثلا الماتش ياخد دقيقة دقيقتين كده، تلاقيه ملخص هناك. لا اما لو انت حابب تتفرج على الحلقة كلها هتلاقيها على اليوتيوب بشكل رسمي. اعمل لايك لو انت لسه ما عملتش لايك، هستناك ويلا بينا. برضو يعني البداية مش أحسن حاجة خالص. نودي واحدة ب900 بحظ المتابعين، بحظ المتابعين. يلا بسم الله. 4. مفيش حد برضو. طيب بحظكم ما كانش حلو. طيب نفتح بحظ مين؟ أفتح بحظي. طيب أجرب بحظي يا مسهل. برضو لا، مفيش حد. حظ يا جدعان يعني. أكيد يعني مش هتنتهي نهاية حلوة يعني. بس انا ورا حظي، برضو ورا حظي لحد لما انا كان في ناس كانت كاتبالي افتح بحظ، بس انا حرفيا مش فاكر مين. طيب بحظ مين؟ بحظ ميدو. بحظ ميدو عشان كان ايه اللي يفتح بحظ قبل كده. برضو مفيش حد. مش ماشية خالص خالص. طيب دي بحظ مجدي. المرة اللي فاتت ما كانتش احسن حاجة معاه، بس المرة دي بحظ مجدي. يا مجدي انه تعملها، بس هو ماركو رويس. مجدي المره اللي فاتت ما ظبطتش معاك، بس المره دي بحظك كان جامد بصراحه. اول واحد، بس انا ما كنتش متمني ماركو رويس اول واحد، يعني كنت متمني فورلان. لسه قدامنا وقت طويل، قدامنا بتاع 107 لاعب، فمش عارف بصراحه. الفتحه دي بحظ جورج. يلا بينا. من 4 برضه لا، برضه لا. حظ اوفر يا جورج. الفتحه اللي جايه بحظ ادهم. الفتحه دي بحظك انت يا ادهم اخويا. عامل بك إيه انت يا نيكولاس؟ ادهم. حظك شبهك يا ادهم. طيب الفتحة اللي جاية بحظي. الفتحة اللي جاية بحظي. يعني انا بحاول اقاوم مع حظي، انا تعبت من حظي والله العظيم، تعبت من حظي. ما هو احنا لازم نختم الباكج. الفتحة اللي جاية دي لحظة بس عشان نظبطها. برضو ما جاش حد. كمان واحدة. يلا اللي جاية دي نفتح واحدة ب900 وهنشوف هيجي مين. مفيش فايدة، مفيش فايدة. نفس السيناريو بتاع المرة اللي فاتت، يمكن ده يعني مش حاسس، مش مشجعني. انتوا فاهمين؟ فاضل 65 لاعب بالظبط يا جدعان، فاضل 65 لاعب بالظبط. فاحنا هنودي دي اللي جاي دي بحظ باعي. يلا يا باعي. ده ليفا. عامل بيك انت ليفا. احنا عايزين حاجات ايبك يا جدعان، عايزين حاجات ايبك. معلش يا باعي، المرة اللي جاية باعي. طيب اللي جاي دي بحظ المتابعين. عايزين واحدة دبل كده، اتنين مع بعضيهم ويخلصونا. تمام. دي بحظ المتابعين. اول مره ما كانتش كويسه. برضو واحد بس، سنتر فور دييجو فورلان. طيب انا دلوقتي خدت اللي انا عايزه. انتوا شايفين ان انا اكمل ولا لا؟
وصلنا لدييجو فورلان. انتوا شايفين ان انا اكمل ولا لا؟ بصراحة يعني عايز اكمل، مش عارف بصراحة. طيب زيكو يعني يستاهل ان احنا نكمل عشانه. مش عارف بعد التطويرة بصراحة هيكون كام، بس يعني انا بشوفه بيلعب قصادي كتير. ايه رأيكم؟ محتار بصراحة. طيب انا بقول نستكفى وهنشوف اذا كنا هنفتح على زيكو ولا لا. انتوا اللي تقرروا ده. لو انتوا شايفين ان هو يستاهل فاحنا هنعمل كده، لكن لو مش هيستاهل بلاش منه. هو بس الفكرة ان هو عنده البليدز، يعني دي الميزة. بس برضو انتوا اللي هتقرروا ده. يعني الحلقة اللي جاية هستنى منكم رأيكم. لو شايفين زيكو يستاهل ان انا افتح عشانه تمام، ما يستاهلش ونستكفى ماركو رويس ودييجو فورلان خلاص قشطة. احنا كده الاتنين معانا. هنطور بس اللعيبة دي ونلعب بيها مباراة. وعايزين برضو نفتح فتح على التلاتة دول، روبن نيفيز وكيميتش وبوميانج. هنفتح على دول برضو في الحلقة اللي جاية. هنشوف رأيكم في حوار زيكو، هل نفتح عليه ولا لا، وبعدها هنفتح على التلاتة دول. يلا بينا على تطويرة اللعيبة ونشوف الأداء بتاعهم هيكون عامل ازاي. طيب دي يا جدعان التطويرة بتاعة ماركو رويس. لسه ما ضفتش ليه البوستر التاني. حاليا السرعة بتاعته 93 وقوة الركل دي التطويرة التلقائي. انا لسه ما ظبطتش اي حاجة من نفسي. دي التطوير التلقائي. السرعه 93، قوه في الركل 92، الالتحام الجسد 72. مش احسن حاجه لان ده مش مهمته اصلا، هو بس بيربط خط الوسط بالهجوم. توازن 87، قوه التحمل 88، وعي هجومي 88، تحكم في الكره 95، جري بالكره 93، الاستحواذ في المساحات الضيقه 94، التمريرات المنخفضة 94، التمريرات المرتفعة 85، انهاء الهجمة 85. احنا كل اللي عايزينه ان هو بس يربط ما بين خط الوسط والهجوم. يعني يستلم الكرة مثلا من فرانك ريكارد او بيكهام ويدي امبابي او يدي فورلان. ده بالنسبة لماركو رويس، ولسه هنجرب مع بعضينا وهنشوف. اما بالنسبة لدييجو فورلان الارقام بتاعته جامدة. السرعة 88، التسارع 95، قوة في الركل 93، الالتحام الجسدي 76، القفز 71. هو تقريبا مش هيدر قوي يعني، وانا مش بركز على الهيدر بصراحه لان اغلب لعبي كله على الارض، فمش بركز الا في حالات معينه مثلا هحتاج ان انا اعرض. توازن 88، قوه في التحمل 88. اما بقى الوعي الهجومي 96، دي حاجه حلوه جدا. التحكم في الكره 88، 87 جري بالكره، 85 استحواذ في المساحات الضيقه، انهاء الهجمه 96، وده الاهم اللي احنا عايزينه. مهاره تسديد الركله وانحناء 92 91. لسه برضه ما ضفتلوش البوستر الثاني. شايفين اضيف له بوستر ايه بالظبط؟ هو وماركو رويس عرفوني عشان انا لحد دلوقتي لسه ما ضفتش ولا واحد فيهم القوه الثانيه او البوستر الثاني يعني. واحنا هنجرب اول مباراه وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. احنا هنجرب، مش لازم نكسب المباراه ولا لازم نعمل حاجات خرافيه في المباراه، بس احنا عايزين نجرب اللعيبه دي واقول رايي فيها. واول مباراه معانا وهنشوف ونجرب اللعيبه دي. ولو انت وصلت معايا للمرحله دي ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب. لو انت ناسي ومش عامل سبسكرايب وحابب تشوف كل حلقه بنزلها هتفعل لي الجرس. متحمس جدا ان انا اجرب فورلان بصراحه. ان شاء الله يعني يكون قدها ويلعب. يعني ماشي على الورق هو مقارب ليا، ما صدمتنيش بواحد كده 3260 3280 3300. طبعا ده مش مقياس، ممكن يكون لعيب جدا. من ساعه المره اللي فاتت وانا حاسس ان انا اتربيت. كنت لاعب ما خدتش بالي من اللبس بتاع اللعيبه فكانوا في شبه بعضها، بلعت 6-2 ودي كانت حاجه تاريخيه بصراحه. طيب نشوف الاسهم بتاعه اللعيبه. امبابي سهم الدفاع كله سهم يمين. طيب راؤول احنا ممكن نلعب نيمار دلوقتي بس عشان السهم بتاعه طاير. الدفاع كله توني ادمز. خليك طيب انت ناحيه اليمين، ونخلي بويول مكان كليني. انا شايف بويول اسرع بصراحه، فهم الاثنين نفس السهم بس انا بويول بالنسبه لي اسرع وفي الالتحام الجسدي اقوى. على بركه الله يا جدعان تشكيلته حلوه يعني. كفايه عنده باتيستوتا بس احنا هنحاول يعني نلعب عليها شويه. هنمسك يا لامين يامال وفينيسيوس جونيور. من اولها كده يعني. انا قلت اضمن ادخل جوه المنطقه عشان تجيبها. ماشي يا عم. اول لمسه لدييجو فورلان واول هجمه يضيعها. فداك يا فورلان احنا لسه فيها معلم. يا ابن اللعيبه
انا عايز اجيب فورلان يجيبها هدف. طب وليه ما خليتش رويس هو اللي يجيبها هدف؟ باتيستوتا يا جدعان يحط المدافع في ظهره، خلصت الحكايه، خلصت الروايه. رويس، فورلان، قوية من فورلان، باتيستوتا، اهدى علينا يا عمنا، اهدى علينا يا عمنا. عملية الطول، الركنية ضاعت والآن نشوف فرصة مضادة. هذه هي كرة القدم، اليوم الأداء الدفاعي يا راجل حرام عليك يا راجل، المدافعين. حطها من بين اللعيبه. الكرة لفورلان، الآن فرصة بعد التسديد. ده ماركو رويس. تسمحوا لي اقول لكم حاجه، ماركو رويس يا جدعان لمسته سموث كده، حاجه تستمتع انت بتلعب بماركو رويس بصراحه. ده اللي لاحظته من اول لمسه هو لمس فيها الكوره. تحكم غير عادي بالكرة. حط 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 بالله عليك حط بالله عليك حط. لولا بس ان عمل باور شوت فكان زمانه شات من بدري. دييجو فورلان ما عملش حاجه لحد دلوقتي، مع ان حطك في الجهه بتاعتك. أكيد هو من شوط أول استثنائي هنا. تقدم بفارق هدف. ليونيل ميسي. ياه، من جديد يحدث. هي وراح تقول هدف بتاعتك دي، ها بتاعتك. مستحيل العزيمة والضغط على الخصم من أجل تسجيل مثل هذه الأهداف. فقدان الكفة. يا لهوي، يا إلهي على هدف لو سجل. هي ورايحه حلوه. كرويس، نجحت البينية. يا لها من موهبة. ممكن يحطها في المرمى. سيبها سيبها. يعني هو بيعمل كل حاجه برضه، بس محتاج، يعني انا كنت محتاج اكتر من كده. نلعب راؤول طيب بدل ميسي ونشوف حظه. بس انا ماركو رويس عن نفسي هعتمده خلاص. طبعا مش على بافل نيدفيد، بس اللي هو يعني ما استغناش عنه، انتوا فاهمين. ممكن يحطها في الجول. حلوه فشخ، حلوه حلوه. ده مين ده باتيستوتا. اه يا عم ده مسموح لي يشوط من اي حته عادي. وركنية ثانية في المباراة. تعامل مع الكرة بخبرة كبيرة. ينقل الكرة بشكل سريع ورائع في طريقة قوية بالباطن. حط 2 مدافعين في ظهره، ده بيشوح وده بيشوح، مش عارفين يجيبوا منه الكوره. ثالث في اللقاء. بقول لكم. الآن محاولة لرد الخطورة. تحول سريع في الملعب. هنا محاولة جيدة. يوحدها أمام الحارس. بص الحارس بيعمل ايه يا جدعان. انا رايح فين، انا راجع تاني. فظيع انك تخرج الحارس دي، مش اي حد بصراحه بيعملها. في ناس متخصصه في حاجه زي كده. ده هازارد ولا مين ده؟ انا متوحشت العب هازارد بجد. روح يا دييجو. ينتهي اول ماتش بتجربه ماركو رويس ودييجو فورلان. انا عن نفسي اللي كان على قد المسؤوليه بالنسبه لي ماركو رويس. تحركاته حلوه، زي ما قلت لكم الكره في رجله كده سلسه، في نعومه كده، هو بيلمس الكره. ده كله بالتطويره التلقائيه، لكن انا لسه ما طورتش التطويره بتاعتي. وبصراحه انا مش احسن حاجه في التطوير، فانتوا لو عندكم تطويره معينه لماركو رويس او دييجو فورلان شايفينها مناسبه ابعتولي.
تنتهي اول مباراة معانا بتجربة ماركو رويس ودييجو فورلان بفوز 3-1. طيب احنا لحد دلوقتي تمام، هنجرب ماتش كمان ونشوف. لو حسيت ان وقت الحلقة هيطول فاحنا مش هنلعب الماتش التالت، فاحنا هنجرب الماتش التاني ونشوف الدنيا تمشي ازاي. اما تقييم للاعيبه، انا زي ما قلت لكم في الماتش اللي فات، انا اللي عاجبني ماركو رويس، بيعرف ينقل الكرة حلو قوي من تحت. تشكيلة الخصم بيبدأ من تحت قوي، هو بيركز على الدفاع فرانك ريكارد، فهو بيبدأ من تحت قوي، فاحنا هنلعب عليهم برضو. اول ما يمسكوا الكرة كوندي او ميليتاو او كوستا كورتا دافيد ألابا هيدوها للاجناح، فاحنا هنلعب من تحت خالص وهنمسك الاثنين دول. انا خايف من النت يا جدعان عشان المفروض اجدد الباقة ولسه ما جددتهاش، فربنا يستر. يا ابن اللعيبة، جابها ازاي دي؟ مين الحارس ده يا جدعان؟ ده انا اتطرفت عشان تحطها له وتاخد راحتك في الشوطة. لا 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 لا، هدف هدف. ياه، دايما كده الكرة تحس انها رايحة هدف بس ما تجيش. في حاجة غريبة بتحصل. طب وانا ليه حاسس بتقل في الماتش كده؟ طب ايه طيب؟ لو جبت هدف الشوط الاول هفوز، لكن انا حاسس من لعبه كده ناوي يتبارد الماتش الشوط الثاني. الماتش صعب شويه، صعب او يعني هو يعني مش بيهاجمني، فانا مضطر ان انا اهاجم، فهو بيخطفني بهدف. فاهمين؟ حلو، هدف حلو في توقيت حلو. هيغلط 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 هيغلط. ده انا ما بحبوش انا. ضربة جزاء. طيب انا قلت مش هيلحقها بس قلت اغمزها كده باي حاجه وخلاص. الماتش مستفز. عملت الهجوم الشامل، قلت خلاص هي يا راحت يا جاتت. صفر. انا بصراحه بالنسبه لي كسبت عشان لعبه مستفز، عمال يرجع للكوره، مش راضي يهاجم، مش راضي يلعب لعب الناس. بص الاستحواذ بتاعه من كتر ما هو بيرجع الكوره 58. فرانك ريكارد في الدفاع، برنس
استكفي بمباريات النهارده، مش هينفع احط اكتر من كده عشان من وقت الحلقه. فاتمنى تكون الحلقه عجبتكم. تقييم للعيبه قلته لكم بس هعيد عليكم تاني. ماركو رويس انا شايف ان هو احسن من فورلان كاستفاده، مع ان انا كنت شايف العكس. فورلان ما يختبر اكتر من مره، تسديداته حلوه وكل حاجه، بس يعني مش الفينش اللي انا مستنيه. انا مستني حاجه اجمد من كده، خصوصا هو كان بيلعب قصادي، كان من الدقيقه بيجيب من بعيد بيجيب، انتوا فاهمين. فمش عارف النسخه دي ممكن مثلا لما اضيف لها بوستر تاني تفرق شويه، ما اعرفش بصراحه. قولوا لي رايكم. اما بالنسبه لزيكو، لو انتوا شايفين زيكو يستاهل ان احنا مثلا نختاره ونجيبه يعني، عرفوني. اما لو حاسين ان لا مش مهم، فقولوا لي رايكم وهستنى رايكم في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انت حابب تشوف كل حلقه بنزلها، تفعل الجرس، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.